أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهاردة من داخل إحدى القلاع المشيدة في قطاع التشييد والبناء بمحافظة أسيوط مع رجل التحديات، رجل المهام الصعبة، المهندس عمرو محمود أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء للمقاولات العامة والتوريدات. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. مرحبا بحضرتك، نورتونا. في البداية وخدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس عمرو محمود. والله يا فندم، انا كان نشأتي في أسرة تمام متوسط الحال. تمام. كنت حبيت مجال المقاولات وتعلمته من قرايبين، بحكم ان احنا في الصعيد بنحب نشتغل في المقاولات والتجارة اكتر. تمام. وابتدينا نشتغل من بعد ثورة يناير. تمام. وكان في فرص متاحة للشباب ان احنا نشتغل. تمام. ان احنا نكون شركات، ان احنا تمام نعرف ننافس في السوق. طبعا مع تغير القوانين، وان احنا ندخل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وان الدولة كانت بتدعم الموضوع ده. تمام. بصورة اكبر. ده يعني كان من الانفتاح العظيم اللي كان للشباب اللي كان في سني في الوقت ده. واشتغلنا والحمد لله، يعني ببركة الله. تمام عز وجل، ان احنا كان لنا دور. تمام. وكان لنا فرصة ان احنا نشتغل. تمام. وناخد مشروعات وندعم ونشتغل مع جمهورية جديدة بتتبني. تمام. بصواعد شباب. تمام. حابب انه يكون لنفسه. تمام. آه يعني يطلع كل الطموح اللي جوه منه. تمام. ويلاقي الآلية حضرتك اللي تقدر تمام تساعد ان الكيانات الصغيرة دي تكبر وتبقى في يوم من الايام تمام تنافس الشركات المحلية. والممكن تكون تمام يعني فيما بعد باذن الله وتوفيق من الله عز وجل. تمام طبعا. والخطة السياسية ان احنا يكون لنا مجال. تمام. نقدر نشتغل ونشرف البلد في اكتر من دولة تاني باذن الله تعالى. ويعني وعشمانين في الله ان شاء الله ان تكون اللي جاي افضل. لو اتكلمنا عن شركة الأصدقاء للمقاولات العامة والتوريدات منذ إنشائها وحتى الآن وأهم المشروعات التي قامت بتنفيذها. لا يا فندم، هي الشركة وليدة 2015. تمام. طبعا احنا كنا بنطلع مع فئة معينة من الشركات اللي تحت الإنشاء والشركات الناشئة. تمام. اشتغلنا حضرتك تمام في عدة مشاريع تخص وزارة الموارد المائية والري. تمام. منها إحلال وتجديد محطات من الناحية المدنية. تمام. وإنشاء مباني إدارية ورفع كفاءة منشآت. تمام. وأماكن سكنية وخدمية موجودة بالوزارة. تمام. وكان لنا نصيب الحمد لله بتوفيق من الله عز وجل ان احنا نشتغل من 2015 و16 و17 وما زال الحمد لله شغالين طبعا في المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترع مصر. تمام. ان احنا نقدر ننافس. تمام. ونقدر ننفذ في المشروع ان احنا نقدر نخلي المياه المطلوبة. تمام. للأراضي الزراعية توصل للأماكن الأكثر احتياجا ليها. تمام. وفضل من الله ان احنا نفذنا مشروع في اسكندريه ونفذنا مشاريع في سوهاج هنا ما يقارب ال5 مشاريع. والحمد لله يعني مجهودنا وتعبنا كلل الله بالنجاح عز وجل. حدثنا عن المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي. حضرتك حاليا احنا بننفذ تمام مشروعات مجمعات صناعيه خدميه. تمام. بتخدم اهالينا. تمام. من صعيد مصر تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. واللي هو الشريف احمد صالح رئيس هيئه تنميه الصعيد. تمام. بنعمل مجمعات صناعيه موجوده. تمام. في اسيوط وفي قنا. تمام. وفي سوهاج طبعا الهيئه شغاله برضه في اكتر من مجمع. تمام. وفي قنا وفي الاقصر وفي اسوان. تمام. وفي الفيوم يا فندم برضه وبني سويف والمنيا. أعزائي المشاهدين، تعالوا معنا بتقرير من داخل أرض الواقع لما يتم تنفيذه من مشروعات تنفذها الشركة من داخل محافظة أسيوط. فابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، ولسه مكملين معاكم من داخل قريه ومركز ساحل سليم، ومعايا في هذا اللقاء احدى الشركات المنفذه للمشروعات اللي بيتم تنفيذها على ارض الواقع. معايا في هذا اللقاء المهندس كريم ممدوح، المدير التنفيذي لشركه الاصدقاء للمقاولات. وبرحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا يا فندم، نورتونا. لو اتكلمنا عن المشروع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، يا ريت حضرتك تشرحه لنا.
ده عبارة عن مجمع صناعي شامل مجموعة من الصناعات الحرفية اللي بتخدم أهل البلد. آه، المبنى مثلا مكون عبارة عن مساحة أرض 600 متر. الدور الأرضي عبارة عن 4 ورش. الدور الثاني عبارة عن كامل مسطح المبنى مشغل خياطة. الدور الأرضي عبارة فيه ورشة تصنيع أكواب معدنية وأوراق، مناديل مبللة. ورشة تانية أكواب بلاستيك وأطباق. وده بخلاف إن هو بيخدم أهل القرية، واللي بنشوف إحنا القرية إيه الخدمات وإيه الحاجات اللي نقدر نفيد بيها البلد. مثلا هنا قرية الشامية مشهورة بصناعات الغزل والصناعة بالنول، وده اللي هيكون في الدور الثاني. ويكون في نص الدور بعد كده مشغل السيدات، إن إحنا نقدر نشاركهم وندخل التنمية في الصعيد. امتى ابتديتوا تنفيذ هذا المشروع ومنتظر يتم الانتهاء منه في خلال وقت قد ايه؟ إحنا بدأنا في تنفيذه في بداية في شهر 1، في أواخر شهر 1 كده. وإن شاء الله بإذن الله إحنا مقدمين خطاب تسليم، وإن شاء الله يسلم في أول الشهر الجديد بإذن الله. لو في كلمة بتوجهها لرئيس مجلس إدارة الشركة على الدور اللي بيقوم بيه في تذليل العوائق ودفع عجلة التنمية في المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض الواقع، تقول له فيها إيه؟ يعني إحنا بنشكره إن هو بيساعدنا على كل حاجة. يعني أنا راجل ماسك موقع، هو بكل السبل متاحة قدامي، وإن أنا بقدر أتحكم في المكان اللي أنا شغال فيه كويس، بقدر إن أنا أزيل كل العواقب. وبشكره ودايما بدعي له إن هو بالصحة والسلام كده. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل أرض الواقع، ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس عمرو محمود أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء للمقاولات العامة والتوريدات. وبرحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتونا يا فندم. في ظل المشروعات اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي، شايف الطفرة اللي حدثت في قطاع المقاولات إزاي؟ لا يا فندم، قطاع المقاولات قطاع كبير جدا، هي ساعة من شباب مصر ومن التصنيع ومن الإنتاج ومن كافة الفئات العمرية، طبعا كتير جدا. يعني حضرتك خلينا لامسين الواقع إن إحنا بنقول في كل مشروع أو في كل قرية إحنا بنعدي فيها، تمام، في شباب من نفس المحافظة، من نفس البلد، ومن محافظات تانية كتير طبعا بتشتغل فيها، تمام. حضرتك مفيش قرية أو مركز أو محافظة مفيش فيه شغل. حضرتك لو حضرتك بتتحرك مثلا من مركز لمركز، لا هتلاقي إن مفيش مكان مفيهوش مشاريع قومية، صرف صحي، توصيل مية، توصيل كهرباء، تمام، محاور، طرق، تمام، سواء رئيسية أو فرعية بتأدي الكلام ده كله، تمام. وزائد حضرتك إن في مسافة إن غيري يشتغل، وإن أنا أخلص العمل اللي معايا يكون في فرصة إن أنا أتقدم في عمل أكبر منه. ما حضرتك الاستمرارية، تمام، والتطور هو اللي بيبني. مش أنا خلاص خلصت مستوى معين مش هكمل على اللي بعد منه، لا، أكيد مستحيل الكلام ده، أكيد في تطور في الموضوع. كلمة توجهها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقول له فيها إيه؟ والله أنا بحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل المجهود اللي بينال الصعيد، وعلى كل المشروعات اللي موجودة حاليا في الصعيد، تمام. بقول له ريس، احنا دايما في ظهرك، دايما معاك، احنا بنبني دولة جديدة، احنا بنبني دولة، تمام، اه تكون قادرة انها تعدي كل المراحل والالتزامات الصعبة من محن، من ازمات اقتصادية عالمية مش موجودة عندنا احنا بس. وان شاء الله ريس موفق باذن الله تعالى، تمام، ودولة باذن الله تكون في تقدم وازدهار باذن الله بصواعد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمام، وبصواعد كل شباب مصر ان شاء الله، وكل الرجال المخلصين لمصر باذن الله تعالى. بإذن الله. كلمة أيضا توجهها لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد تقول له فيها إيه؟ والله اللي هو عصام سعد شخصيا من النوع اللي هو كان داعم لينا خالص من بداية المشروع. نزلنا بداية المشروع أكد علينا إن إحنا نكون قد إن إحنا ننفذ مشروع بيخدم مصر، مش بيخدم شخص أو أنت شاب فئة بتعمل مشروع معينة بفيد الدولة فعلا. أنت بتعمل الكلام ده لأهاليك. دعمنا كل الدعم حرفيا، وكان لا يتوالى ولا يتوانى معانا في أي حاجة كان ممكن تأخر مشروع. كان دايما بيتابع، دايما بيزال العقبات، دايما بيكون في كل الاهتمام. وخاصة قال أنا يعني بحب فئة الشباب إن هي دي اللي بتبني البلد، فبشكر طبعا السيد اللواء، تمام، وبقول له احنا ممتنين لحضرتك جدا، تمام، على المجهود اللي حضرتك، تمام، دعمتنا بيه، واحنا ان شاء الله باذن الله قد ان شاء الله المسؤوليه باذن الله.
باشمهندس عمر محمود أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء للمقاولات العامة وتوريدات، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده يا فندم. نورتونا يا فندم، نورتونا يا فندم. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل إحدى القلاع المشيدة في قطاع التشييد والبناء والتعمير، مع رجل ذات صيت ورجل ذات مقدرة على التحدي في ظروف صعبة، المهندس جمال عازر، رئيس مجلس إدارة الشركة. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس جمال عازر. انا اساسا مهندس مدني دفعه 77، واتخرجت من الكليه واشتغلت على طول حسابي في الاول، فكانت في الاول باسم فردي، والكلام ده كان في 84 لغايه 92 بدات تكوين الشركه، وبدانا العمل من خلال اسم الشركه. مهندس جمال، لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بأهم المشروعات اللي نفذتها الشركة منذ إنشائها وحتى الآن. احنا طبعا بدانا في البدايه هنا مع وزاره الاسكان، مديريه الاسكان، وبعد كده هيئه الابنيه التعليميه، وكنا بنشتغل مع بنوك التنميه الزراعيه. كنا بننفذ جميع البنوك التنميه الزراعيه في المحافظه هنا اهوت، وجميع مشروعات المدارس اللي احنا بداناها هنا اشتغلنا فيها من بدايه تاسيس هيئه الابنيه التعليميه في 92. فاحنا كنا من اوائل الشركات اللي كانت منفذه، واستمرينا في تنفيذ اكبر عدد من المدارس. ونفذنا مدارس كتير في الغردقه، وبننفذ عمارات سكنيه. طبعا دي العمارات السكنيه شغالين فيها من فتره كبيره. كل المشاريع بتاعه الاسكان الشباب حاليا في القاهره بننفذ في جهاز التعمير بتاع 6 اكتوبر، وحاليا في 18 عماره واخدينهم برضو من جهاز تعمير 6 اكتوبر الجديده اساسا. في ظل المشروعات اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي، شايف قطاع المقاولات حدث فيه طفره ولا لسه فيه ركود؟ هي الفترة اللي فاتت دي طبعا محدش ينكر تقلبات الأسعار دي تأثرت تأثير كبير على قطاع المقاولات. فيعني أثرت على ناس في التنفيذ، أثرت على ناس في مدى استمرارية العمل. في ناس ما بتقدرش يعني مع تغير الأسعار دوت مش قادرة تواكب الزيادات اللي ماشية دي. فهي حاليا يعني فيه شيء من يعني الركود نوعا ما. لو في رسالة حضرتك بتوجهها للمسؤولين تقول لهم فيها ايه؟ احنا بالنسبة لنا دلوقتي يعني بالنسبة للشغل العمارات اللي هي الأكبر حاجة سايدة حاليا، وحياة كريمة. فحياة كريمة فتحت سوق عمل كبير خالص، وهي الفترة اللي فاتت دي كلها أساسا حياة كريمة هي اللي شغلت قطاع المقاولات. يعني بدون حياة كريمة ما كانش فيه. احنا عايزين يعني تستمر مشروعات حياة كريمة. فتح حياة كريمة فتحت أسواق كتيرة للشباب كتير بدأ يشتغل. نقدر نقول إن مشروعات حياة كريمة أفادت قطاع المقاولات وضافت له في ظل الركود اللي كان حاصل في خلال الفترة اللي فاتت. طبعا هو النهارده لولا حياة كريمة لا ده الدنيا كانت واقفة خالص. فلما نزلت حياة كريمة فتحت شغل كتير خالص. منها تبطين الترع دي كان كمية كبيرة، كل الوحدات الصحية المطروحة. فحياة كريمة فتحت مجال كبير للشغل حاليا. ايه اللي بيميز شركة جمال عازر عن باقي الشركات في هذا المجال؟ احنا بنحاول طبعا بننفذ المواصفات يعني كما يجب، وده بشهادة كل الجهات اللي احنا بنشتغل معاها. يعني احنا لما بنروح اي جهة النهاردة وبنشتغل معاها عملية او التانية، اوتوماتيك بيحطونا في المقدمة بالنسبة للشركات المدعوة لأي أعمال تاني. فاحنا اشتغلنا مع جهاز أكتوبر الجديدة في عملية واحدة بس، بعديها على طول أسندونا بالأمر المباشر اللي هم 18 عمارة. فديت بتبقى بالنسبة لنا إن احنا يعني بيبقى مدخل صح بندخله، فبيفتح لنا المجال مع كل الأماكن اللي بنشتغل فيها. هل راضي المهندس جمال عازر عن أداء الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير في الوقت الحالي، أم بتطمح في المزيد في المستقبل؟ هو أنا بالنسبة لي أنا يمكن علشان دخول الشباب معاي، أنا عندي 3 أولاد مهندسين وهم حاليا اللي هم ماسكين الشغل، والشباب بتبقى ليه طموحات أكتر. كان الشغل محصور أساسا في محافظة أسيوط في الأول،
وجود الشباب دلوقتي فتح ليهم فرصة اللي بيشتغلوا في كذا محافظة. يعني اشتغلنا في محافظة البحر الأحمر، حاليا في القاهرة بدأنا ناخد كذا شغل كتير. فوجود الشباب هو اللي بدأ ينمي القدرات ويوسع نطاق الشغل بتاع الشركة. مهندس جمال عازر، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده. ده احنا اللي سعداء بوجودكم معانا في أسيوط، شرفتونا ونورتونا وسعدنا بيكم. أعزائي المشاهدين، تعالوا معنا هننزل بتقرير من داخل أرض الواقع لإلقاء الضوء على ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل محافظة أسيوط، فابقوا معنا. مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم جولتنا من داخل مركز الشامية، وبالتحديد احنا واقفين امام مجمع الخدمات الزراعية بقرية الشامية مع المهندس عبد الرحمن محمد، المهندس التنفيذي المشروع للشركة المنفذة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، مهندس جمال عازر وشركائه. برحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا. لو اتكلمنا عن المشروع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، متى تم البدء فيه؟ في بداية 2022، وكانت مدة التنفيذ 5 شهور ونص. العوائق اللي قابلتكم أثناء تنفيذ هذا المشروع، وإزاي قدرت المركز المحلي إن هو يذلل لكم هذه العوائق؟ كان قابلتنا اللي هو مشكلة خزان الصرف، وتم حلها من خلال الوحدة المحلية، وتم تخصيص أرض، وتم تنفيذ الخزان. هل هناك مشاريع أخرى بيتم تنفيذها داخل القرية بشركة جمال عازر؟ لا، تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات داخل قرية الشامية. لو في رسالة بتوجهها لرئيس مجلس إدارة الشركة للدور اللي بيقوم بيه في تذليل العوائق ودفع عجلة التنمية في المشروعات اللي بيتم تنفيذها على أرض الواقع، تقول له فيها إيه؟ بقول له ألف شكر، وربنا يعني قدرنا كده، ودايما كده نكون عند حسن ظن كل الناس بينا يعني كشركة منفذة. مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل ارض الواقع، وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع المهندس شادي جمال، نائب رئيس مجلس اداره الشركه الهندسيه للانشاء والتعمير. وبرحب بحضرتك معايا. اهلا بيك يا فندم. لو خدنا نبذه وعرفنا المشاهد بالمهندس شادي جمال. انا مهندس مدني خريج 2010. انا من ساعه ما اشتغلت انا واخواتي مع الوالد، على طول اشتغلنا في الشركه، تشرفنا بده طبعا، واخدنا خبره كبيره من الشغل معاه. وحاليا احنا 3 شغالين مع بعضينا يعني مع الوالد. انا واخويا ماسكين مشاريع اسيوط، محافظه اسيوط والبحر الاحمر، وانا اخونا الثالث ماسك مشاريع القاهره الكبرى. دائما سياده الرئيس بيدعو بدور الشباب، حدثنا عن دور الشباب داخل الشركه الهندسيه للانشاء والتعمير. الحقيقه زي ما كان المهندس جمال بيتكلم مع حضرتك، هو دور الشباب واضح في انفتاح المشاريع خارج محافظه اسيوط. ففي البدايه كان المهندس جمال كان منحصر كل شغله جوه داخل المحافظه، انما لما احنا دخلنا في الشغل معاه بدا الشغل يخرج بره محافظه اسيوط، وبقى منتشر في الجمهوريه، سواء في القاهره او في البحر الاحمر. ده من ناحيه انتشار الشغل. من ناحيه الشغل نفسه واداره الشغل، فطبعا حضرتك زي ما انت عارف مهندسين المواقع كلها كلهم سن الشباب، كلهم خريجين 20 و18، والحقيقه ده بيدي للموقع نشاط وحيويه مع وجود الخبره طبعا ووجود الشباب، فده طبعا ليه تاثير في اداره المشاريع وفي انتشارها على مستوى الجمهوريه. لو اتكلمنا عن الهيئات والجهات المعنيه باسناد المشاريع اليكم، يا ريت حضرتك تحدثنا عنها. احنا بنتعامل حضرتك مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، مع جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وده المسند لينا المشاريع في مبادره فخامه الرئيس حياه كريمه هنا في اسيوط.
وجهاز تعمير البحر الأحمر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القاهرة، دي اللي مسندة إليها المشاريع اللي في أكتوبر وحدائق أكتوبر. طبعا مما لا شك فيه أن قطاع المقاولات وقطاع الاستثمار العقاري يعتبر قاطرة للتنمية. شايف حضرتك الاستثمار العقاري وأهم المشروعات اللي نفذتها الشركة دي أضافت للشركة إيه؟ هي للأمانة أضافت للشركة يعني خبرة جديدة. إحنا شغل الحكومة ليه سيستم، وشغل الاستثمار العقاري بيبقى ليه سيستم تاني. فالوالد بدأ شغل الاستثمار العقاري من سنة 99 تقريبا، واحنا اشتغلنا معاه في المشاريع الأخيرة، وده يعني ده بيخدم الجمهور بطريقة، وده بيخدم الجمهور بطريقة تاني. يعني ده بيخدم عن طريق الحكومة، وده بيخدم عن طريق انك انت بتوفر العقار نفسه للجمهور او لطالب الشقة او العقار. هل الاستثمار العقاري منحصر في محافظة أسيوط أم بتأمل أنه يكون خارج أسيوط؟ لحد النهارده هو منحصر جوه محافظه اسيوط، لكن احنا للامانه يعني انا واخواتي بنامل كنا ان احنا نطلع بفكره الاستثمار العقاري بره اسيوط يكون في القاهره، لكن لحد دلوقتي هو في اسيوط بس. لو في كلمة حضرتك بتوجهها للعاملين داخل شركة مهندس جمال عازر تقول لهم فيها ايه؟ انا احب اشكرهم كلهم، من المهندسين للمشرفين للعمال والفنيين، من اكبر حد في الشركه لاصغر حد. احب اشكرهم لاني دايما بنلاحظ انتمائهم ووفائهم وتفانيهم في العمل معانا، حقيقي يعني في بذلهم معانا. وده مفيش شركة بتنجح بفرد، مفيش شركة بتنجح بالقائد بتاعها بس، إنما كل المسؤولين وكل القائمين بالعمل هم مع بعضهم تيم واحد، وهو ده اللي موصل الشركة للنجاح اللي هي فيه بعد معونة ربنا ومشيئته طبعا. لولا التيم والفريق كله اللي شغال ما كانتش الشركة هتبقى في المكان ده، فأحب أقدم لهم الشكر. كلمة طبعا ما نقدرش ننكرها لقائد هذا الصرح العملاق المهندس جمال عازر، تقول له فيها ايه؟ أقول له احنا فخورين بيك، واحنا بنفتخر بان احنا اولادك، وبنفتخر ان الشركة بتنتسب لاسمك الى يومنا هذا، وهنفضل مكملين تحت اسمك. ده فخر لينا وشرف، وكلمة ببساطة ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يعني. امين يا رب العالمين. كلمة طبعا توجهها لسيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقول له فيها ايه؟ انا عايز اقدم الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاني اللي بنشوفه على ارض الواقع يا استاذ محمد انه وصول الخدمات دي للقرى البعيدة جدا والمحرومة جدا عن الخدمات. احنا شفناها بعينينا وشفنا فرحة الناس بالمشاريع دي. قلتهم نقلة تانية. يعني عايز اقول لسعادتك انه الناس لما بتشوف وحدة صحية في قرية ما فيهاش اي خدمات وتشوفها بالامكانيات دي والتجهيزات الرهيبة دي، يعتبر حياة من عدم. حقيقي يا فندم. في ناس ما كانش عندهم مستوصف لقيوا عندهم وحدة صحية متكاملة بكم رهيب من التجهيزات. فأنا عايز أشكر فخامة الرئيس، وعايز أقول له يا فندم يعني استمر حضرتك في التنمية اللي حضرتك دايما بتمثل القاطرة بتاعة التنمية عندنا في الصعيد بالأخص، في الجمهورية كلها، لكن في الصعيد احنا محتاجين للتنمية دي ومزيد من المشروعات معانا. كلمة أخيرة توجهها للواء عصام سلطان محافظ أسيوط تقول له فيها إيه؟ عايز أشكره على كل مرة كان بيزيل العوائق قدامنا. حقيقي في كتير من المشروعات اللي كنا لما نيجي نبدأ فيها بنلاقي معوقات من المرافق، من ايا كان شكل المعوقات اللي بتقابلنا في بدايه المشاريع بالذات، وطبعا مع استمرار المشاريع كان بيبقى ليه دايما تدخل وتوجيهات حازمه فورا لرؤساء المراكز. عندنا رئيس مركز ساحل سليم استاذ اسامه سحيم كان بيتدخل فورا لحل المشاكل. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها له، انا بشكره على دايما زياراته المستمره. سياده اللواء عصام سعد عندنا مش بيقعد في مكتبه، يعني حقيقي احنا رجل ميداني. ده حقيقي فعلا، مش بتكلم كده قدام الكاميرا، لكن هو على طول بيبقى في زيارات مستمرة للمواقع وبيتابعها وبيوجه وبيتدخل في كل شأن كبير أو صغير. أي حاجة بيشوفها مش عاجباه بيكون بيتدخل فيها فورا. يعني بنشكره على اهتمامه دايما بالمشاريع دي.
المهندس شادي جمال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده. يعني اللي بشكر حضرتك، تشرفنا بيك يا فندم. مشاهدينا الأعزاء، وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيوفنا الذين أمتعونا بحديثهم الشيق من داخل هذه القلعة، قلعة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير. قد إيه طبعا صورة مشرفة لشركة مصرية وأبنائها المصريين اللي بيعملوا ليلا ونهارا لتنفيذ المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها على أرض الواقع. خلصت حلقتنا من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. استنونا في الحلقة القادمة ومشروعات أخرى هنعرضها عليكم من داخل محافظات مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.